الرجال هذاك اللي رفض هالحال لو يخطب هوى قلبه تقدم صوب ابوها وقال تقدم صوب ابوها وقال يا عم جيتك لحد بيتك ليد بنتك انا تقدم على المله بشرع الله ونص الدين باتناني مرادي غلط وادي طلبتك قولها لي تم فقير الحال فقير المال غني المبدأ خالي الهم أعف النفس وصلي الخمس وراعي ربي الأعظم ومهما صار مع الأقدار أبرضى بالذي مقسم يا عم أرجوك لا ترمي الشوق في عيني وقلبي المغرم بطهر الأرض عرفنا بعض من احنا صغار لو تعلم لا تحرمنا لا تعدمنا وربك ما رضى بالظلم يا عم ناظر ترى الخاطر يبيها من سنين كم يا راعي الخير هوانا طير لا توقف في طريق الحلم وخذ مني وعد اني اخليها في مجرى الدم ما هو معقول ولا مقبول أعيش الفكرة دي يا عم بعد بنتك أنا حلف لك علي تحرم بنات آدم ولو دنياي حكايتناي بغنيها بجرح وهم وهذا القلب عمي صعب حلف بعشقها وقسم بقول لك شي مدامي حي اموت وغيرها يحرم بكل الياس بقول للناس حياتي خانها درغم سمعنا بقصة الرجال يا الله فرصة اخواننا جميعا فرصة السادة كل الاعمال بين القبول وردها الا الصلاة على محمد وآل محمد. شكرا لاخواننا لحسن الاستقبال والترحاب. الحمد لله الذي احل النكاح وحرم الزنا والسفاح والصلاة والسلام على محمد وآله سادات البطال. أما بعد من فضل الله على الأنام أن أغناهم بالحلال على الحرام وقال عز من قال في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإيمائكم أن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. صدق الله العلي العظيم. وفي موضع آخر
قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. صدق الله العلي العظيم. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم: ما بني بنا في الإسلام أحب إلى الله من التزاوج. صدق الله وصدق رسوله الكريم. قال أبو شريفة: احنا بالعادة بكل قضاء آل بدير او ناحيه آل بدير او عشاير آل بدير احنا صيغه التعريف مشهوره ليش؟ لانه احنا اهل اعمار. اليوم الحجام ناقضين سادتهم، ناقضين الجاويز، ناقضين عناوينهم لطلب يد كلمتكم على سنه الله ورسوله. أنا أستكمل هذا الحديث وأترك الباقي للسادة للجاويز وبركة الصلاة على محمد وآل محمد. حياكم الله واهلا ومرحبا بكم والف هلا ومرحبا و100 هلا. والعشيره ان شاء الله وحده، بدل ما اقول ابو شريف والحجام ان شاء الله احنا عشيره وحده والاتفاق حاصل. حياكم الله والف هلا ومرحبا. شكرا لكم خوالي، وهذا مرحبا بكم، ونسال الله ورسوله انه يتم على الطرفين بالخير والبركه والسرور الى شرف النبي واله والى امواتنا وامواتكم. رحم الله من اهدى الفاتحه مسبوقه بالصلاه على محمد وال محمد.